السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. جاي لكم النهارده في فيديو جديد جميل جدا وهيعجبكم. هنعمل مع بعض البتنجان المخلل، وكمان هنعمل مع بعض صينية بطاطس كده جميلة بطريقة سهلة وبسيطة. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم بقى، ونشترك في القناة وتفعيل وما ننساش بقى نفعل الجرس علشان خاطر نوصل لكم مني كل جديد. يلا بينا بقى نخش على البطاطس ونشوف هنعمل ايه. قشرناها في الاول وبعد كده خرطناها حلقات. تمام. بعد كده بقى غسلتها كويس وركنتها على جنب. هعمل بقى الخلطة بتاعتها زي ما احنا شايفين كده. هضيف بقى البصل والطماطم والبصل، كله مع بعضه، قرن فلفل كده جميل، وكل ده هنحطه في الكبة. وكمان هحط معاهم مكعب من الماجي. كمان هحط معاهم معلقة من الفلفل الأسمر، ربع معلقة من الكمون. كمان عندي بهارات الفراخ هحط منها نص معلقة. كل ده طبعا هضربه مع بعض. احنا هنعمل صينية البطاطس ني في ني. خلاص كده ضربت كله مع بعضه مع فصين توم. وبعد كده ايه، ابتديت ان انا ارص البطاطس في الصينية زي ما انتم شايفين كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد ما رصيتها خالص بقى كده، ابتديت ان انا انزل بالخليط بتاعي اللي ضربته في الكبة عندي. خلاص كده هبتدي بقى ان انا احط على الوش قطع من الزبدة او السمنة عندي، طبعا زي ما تحبي. لو عندك زيت نباتي برضو مفيش مشكلة. وهبتدي بقى ان انا احط ورق الفويل كده واقفله. يكون ورق الفويل ده بيسوي الحاجة ما شاء الله، اللهم بارك، بسرعة. كمان هنا بقى عندي هبتدي ان انا اجهز للبتنجان المخلل زي ما انتم شايفين كده. غسلته كويس وابتديت ان انا اقطع الجزء اللي فوق وافتحه فتحه صغيره من الجنب. وحطيت الطاسه على النار، والناحيه التانية بعمل الرز. وكمان على العين التانية زي ما انتم شفتوا انا كنت حاطه البطاطس تاخد ايه غلوتين عشان ادخلها الفرن. وبعد كده بقى ابتديت ان انا دلوقتي ايه هعمل معاكم الخلطه بتاعه البتنجان. طبعا انا سبت البتنجان على النار يتقلي. بحط البتنجان اول ما النار عندي الزيت عندي يقدح. وبعد كده اول ما البتنجانه بتطرى خالص بعرف كده ان هي استوت، وابتدي ان انا اطلعها. ده اللي هما ما بيعرفوش البتنجان بيتقلي ازاي. تمام. لو وصلت لحد هنا في الفيديو بقى ما تنسونيش في الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان خاطر يوصل لكم مني كل جديد. وكمان لايك جميل منكم كده عشان خاطر البتنجان القمر ده وصينيه البطاطس اللي زي العسل زيكم دي. اهو بصوا هنا بقى انا محضره ايه، ليمون كتير. ما هو بتنجان مخلل يعني ليمون. الليمون كتير وخل، وحاطه بقى انا عامله خلطه مع بعضها كده، ملح وفلفل وكمون وشطه. دي ببقى عاملاها بطرمان لوحده كده. ده ببقى مجهزاه عندي الوقت زي كده. ببقى ايه يعني ما بياخدش معايا وقت، بدل ما افتح كل بطرمان واخد منه الكلام ده. بكسب وقت يعني. انا بسم الله بقى غسلت الكبه عندي، وابتديت ان انا احط فيها الفلفل الاخضر والاحمر مع بعض زي ما انتم شفتوا كده. وهبتدي ان انا احط الملح. وهبتدي اعصر العصير الليمون ده بره طبعا عشان انشل منه البذر بتاعه، عشان ما ينفعش نضربه بالبذر بتاعه، هيدينا مراره مش حلو. وكمان بسم الله الرحمن الرحيم هنحط الخل. بصوا بقى البتنجان طلع معايا عامل ازاي ما شاء الله، اللهم بارك. بصوا طري ازاي. خلاص طريت كده تعرف انها ايه استوت. بركنه بقى على جنب. ولازم ان انت تخلي لي دي تكايه مهمه فيه، لازم تخلي لي اول ما ينزل من على النار لازم يكون سخن. كمان انا كسرت بقى الليمون اهو حطيته. وهنبتدي بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونضربه مع بعض. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. كان في منتهى الروعه. نسمي الله وطول ما احنا واقفين كده نذكر ربنا وما ننساش بقى الاذكار والاستغفار والصلاه على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. الوقت بيعدي معانا بسرعه وبنخلص اكلنا ومن غير ما نحس باي تعب ولا ارهاق. الحمد لله، نحمد ربنا على النعمه اللي احنا فيها، الف حمد وشكر ليك يا رب. هنا بقى خلاص انا ضربتها. بضربها بقى كده، وباجي في الاخر بروح حاطه طماطميه واحده واضرب ضربه كمان، وخلاص على كده بيجهز معايا اللي هخلي بيه البتنجان. لو انتي مش حابه تحطي طماطمايه براحتك، بس بتديها طعم جميل بصراحه. يعني انا يعني ايه طماطمايه واحده صغيره كده. وبعد كده عفوا. وبعد كده بقى ابتدي ان انا ايه نزلته اهوت في طبق زي ما انتم شايفين. هبتدي بقى ان انا ايه اخلي معاكم البتنجان
واحده واحده كده، وهوريكم ازاي. مش شرط تخللوه بايديكم علشان خاطر الدقه بتاعته او الخلطه بتاعته بتبقى حاميه، وفي ناس بتستحملش الحمو ده على ايديها، ممكن يكون عندها حساسيه او حاجه. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب. فاسهل حاجه بجيب الطبق بتاعي وافتح فيه البتنجانه واخللها. هنشوفها مع بعض دلوقتي هنعمل ايه بالظبط. يعني انا ماشيه معاكم خطوه بخطوه. يا رب كده الفيديو يعجبكم ويا رب كده تستفادوا مني بمعلومه حتى واحده. وتقولوا لي رايكم في الكومنتات. ايه رايكم؟ ولو حابين حاجه اعملها لكم برضو تقولوا لي في الكومنتات. يا رب اكون ضيفه خفيفه على قلبكم دايما كده وتحبوني واحبكم يا رب دايما كده. بصوا ببتدي ان انا افتح بقى كل واحده اهو، واروح حاطه فيها المعلقه بتاعه الدقه. بصوا ما شاء الله اللهم بارك. وهكذا هفضل كده. لو انت قليه فلفل برضو بتحطيه في الجنب وتحطي عليه برضو دقه. بعد كده بقى ايه التكايه بقى المهمه جدا 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 في البتنجان عندي. بعد ما بخلل بقى البتنجان كله بنفس الطريقه، طبعا خلاص كده هو بينزل بقى الميه بتاعته كلها ايه في قاع الايه الطبق او في ارضيه الطبق. باجي انا اخد الطبق دوت اصفيه في طبق صغير، اصفي خالص الميه دي وابتدي اشربه من فوق تاني. بعمل كده مرتين او 3. بص عايزه اقول لكم بيتشرب من الخلطه، مش قادره اقول لكم في منتهى الروعه. ممكن كمان تحطي عليه طبق كده يكون كبير وتروحي قلباه مره واحده، يبقى اللي فوق بقى تحت واللي تحت بقى فوق. بيشرب من بعضه. كل ما بيتشرب من بعضه كل ما بيقعد في الدقه كده كل ما بتاخدي بتنجان يعني ما اروعه بصراحه. يعني بصوا اعملوه بنفس الطريقه كده اللي انا بعملها، هيعجبكم جدا جدا. قولوا لي رايكم في الكومنتات بنفس الطريقه. كده خلصنا البتنجان بتاعنا، وهنخش بقى على البطاطس. طبعا خلاص استوت وحطيتها في الفرن، بس قدر الله ما شاء فعل. يعني الحمد لله انها جت على قد كده. وانا بشيل الطاجن من على السيرفيس من على النار طق من ايدي. الحمد لله الحمد لله ان انا لحقتها حاططها في صينيه تانية ودخلتها الفرن. وكويس انها بتيجي في حاجات زي كده يا جماعه، احسن ما تيجي في حاجه تانية. الحمد لله الحمد لله وقدر الله ما شاء فعل. بصوا بقى جمال البتنجان عامل ازاي. انا عايزه اقول لكم انا مش زعلانه على الطاجن اللي اتكسر خالص بصراحه. يعني الحمد لله نصيب كده وقدر، فالحمد لله. فنقلتها بقى في صينيه ودخلتها الفرن وخلصت سواها، وهوريها لكم بقى. وعايزه اقول لكم برضو طلعت في منتهى الروعه والله، ولا طعمها ولا يعني بصي ملوكي. بصوا بقى الجمال. ويا سلام على طبليتنا الجميله بقى. عايزه اقول لكم الاكل على الطبليه حاجه تانية يا جماعه. اللي ما عندوش طبليه في بيته فايته كتير. الرز كمان طالع معانا مفلفل وفي منتهى الروعه. اسيبكم بقى في رعايه الله واجي لكم بوصفات تانية كتير. والسلام عليكم ورحمه الله.